بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحدثكم أنا السيد مخفي بخماشة، إمام ومفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني على مستوى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف من رحاب أكبر مسجد في ولاية وهران، وهو مسجد عبد الحميد بن باديس. كما تعلمون أن الماء نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فعلينا أن نحافظ على نعمة الماء التي توفرها الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها شركة سيور الرائدة في هذا العمل، وهو إيصال هذه النعمة إلى الإنسان. فعندما ننحر هذه الأضاحي نحافظ على البيئة، ننظف الساحات، يعني خاصة الناس الذين يذبحون في الساحات وأصحاب العمارات. نحافظ على الماء ونحافظ على الساحات وعلى الأفنية، فالمؤمن طاهر في بيته. ونحافظ على استثمار الجلود، ولا نتسبب في تسديد القنوات التي بسببها تتعطل الحياة، لأن هذه الأشياء، المخلفات تاع الذبح والمخلفات تاع الأضحية، هذه تتسبب في تلويث البيئة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يسرف في الماء ويبذر الماء ويتسبب في تلويث البيئة وعدم نظافتها وعدم تطهيرها فيرتكب إثما. لا نستعمل الخراطيم، تيوات بين قوسين، نستعمل الدلاء في تنظيف الأضاحي، في تنظيف سياراتنا، في تنظيف الشوارع، نستعمل الدلاء لكي نحافظ على هذا الماء. الله سبحانه وتعالى جعل الماء هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهنيئا لكم بهذه الأيام المباركة، وهنيئا لكم بعيد الأضحى المبارك. فالأضحية نعمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لنا أن نغيرها إلى نقمة. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.